حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. النهارده راجعه لكم فيديو جديد، الفيديو اللي يعني مطلوب مني كتير جدا جدا. تالتة اعدادي، عايزين نلحق نلم الدنيا. انا كنت بذاكر، انا ما كنتش بذاكر. احنا ضيعنا الوقت، احنا مش عارفين نعمل ايه، الامتحان فاضل عليها شهر. بصوا انا راجعه لكم النهارده بقى بنصايح وحاجات هتفرق معاكم جدا جدا، وكمان هقول لكم على قنوات لكل المواد فيها شرح كامل للمنهج للترمين، شرح وحل. وبجد القنوات دي كويسه جدا جدا، ممتازه. ولو انت في اولى او تانية اعدادي برضو كمل معايا الفيديو، لان القنوات دي فيها شرح وبينزلوا شرح الاولى وتانية اعدادي كمان. والنصيحه دي هتفرق مع الكل مش بس تالتة اعدادي. بس انا كده عامله الفيديو موجهه لتالتة اعدادي، لان هم يعني بيبقوا خايفين جدا. انا عارفه وحاسه بيكم، لان الامتحانات خلاص بتبقى قربت جدا، فالتوتر والضغط بيزيد. فالنهارده هقول لكم ازاي نقفل الترم الاول باذن الله ونجيب 140 من 140 ان شاء الله. مش هتطلعوا من الفيديو ده الا وانتم مستفيدين من النصايح اللي انا هقول لكم عليها. النصايح دي هتفرق معاكم، بس بشرط ان انتوا تقفلوا الفيديو وتقوموا تبداوا. يعني نبدا من دلوقتي، نبدا الفيديو كده، ويكون عندك استعداد ان انت تبدا من دلوقتي باذن الله. لو انت عملت كده هتجيب المجموع اللي نفسك فيه، لان في فيديوهات كتير جدا جدا. انا عايزه اقول لكم يعني كام فيديو اتفرجت عليه وقلت انا خلاص هبدا انفذ النصايح دي من بكره وما بداتش. كم مره قلت انا هبدا اعمل جدول من بكره وما عملتش. فتبدا من دلوقتي، تبدا من دلوقتي بعد الفيديو ده كده ان شاء الله. اللي هيقوم خلاص الفيديو يبدا بالنصايح اللي انا اقول لكم عليها دي ان شاء الله، هو ده اللي هيجيب مجموع، وهو ده اللي نصايح فعلا هيمشي عليها، ده اللي هيفرق معاه. عايزكم كده في بدايه الفيديو تحطوا لايك حلو كده، وتنزلوا تكتبوا دعوه حلوه باذن الله، ربنا يستجيب دعواتنا كلنا يا رب باذن الله، ونحقق اللي نفسنا فيه. انزلوا كده صلوا على النبي في الكومنتات واكتبوا دعوه حلوه بنيه ان ربنا ينجحكم ويفرحكم. اول حاجه انا حابه ان انا اشكر اخواتي وحبايبي واصحابي كتبوا لي كومنتات حلوه الفيديو اللي فات، شكرا جدا ليكم بجد. كومنتاتكم زي القمر، فرحتوني قوي. انا رديت على معظم الكومنتات، ولسه الكومنتات ما ردتش عليها، هرد عليها دلوقتي بعد ما انزل لكم الفيديو ده. شكرا ليكم كلكم بجد. انا عايزه بقى الفيديو اللي جاي انزل تعليقات وكومنتات اكتر من دي بكتير، فعايزاكم كده تكتبوا لي كومنتات كتير عشان انزلها في اول الفيديو. بصوا بقى النصايح اللي انا هكلمكم فيها النهارده ديت لاي طالب عايز يجيب 140 ل 140، يعني اللي عايز يجيب اعلى الدرجات فعلا النصايح دي هتفرق معاه. اول حاجه هكلمكم فيها واللي بشوفها كتير جدا في الكومنتات، انا ما بداتش من الاول، او انا ما راجعتش، او انا ضيعت وقت، او كلام كتير بقى من الكلام اللي احنا بنسمعه على طول ده. فانا يا ترى ربنا هيساويني باللي بادئ من الاول، واللي بيذاكر من الاول، واللي خلص وخلاص بيحل امتحانات المحافظات؟ ده السؤال دايما اللي بيجي لي وبشوفه كتير قوي في الكومنتات. فعايزه اقول لكم يا جماعه، احنا لو قعدنا نفكر دلوقتي في اللي بدا واللي ما بداش واللي خلص واللي ما خلصش، احنا هنفضل واقفين مكاننا حرفيا، مش هتعمل حاجه. فانت بدل ما تضيع وقتك في الافكار اللي انت بتقعد تفكر فيها انا هلحق ولا مش هلحق، قوم دلوقتي وابدا. يعني نلحق الايام اللي فاضله لنا ديت، الشهر اللي فاضل ده نلحقه ونلم كل المواد بتاعتنا. هم 5 مواد هقول لكم ازاي تلموهم. فيا نلحق نلم المواد بتاعتنا ديت، يا اما هنفضل قاعدين زي مكاننا ما بنعملش اي حاجه ونتفرج على اللي بيخلصوا المراجعات وبيحلوا واحنا قاعدين مكاننا. يعني احنا عمالين نندم وخلاص. طب احنا نستفاد ايه من الندم؟ يا نلحق الايام دي يا ما نلحقش. فمالكش دعوه باي حد، ومالكش دعوه انا هلحق ولا مش هلحق. يعني دي حاجه مالكش دعوه، دي بتاعت ربنا، نعمل علينا ونسيب الباقي على ربنا. تمام؟ دي نقطه مهمه جدا انا عايزه اعرفها لكم كده في البدايه، علشان بس الكومنتات اللي بتجيلي كتير دي مش عايزاكم تقعدوا تفكروا في حاجه. ابداوا واستعينوا بالله وربنا هيكرمكم وهيوفقكم. انا بقى ربنا هيساويني مش هيساويني دي حاجه بتاعت ربنا، بس انا هذاكر واعمل اللي عليا، وانا طالما عملت اللي عليا ربنا هيديني الرزق واللي مكتوب لي، بس مش هناخد اكتر من كده. تمام؟ دي نقطه. انا عايزه اقول لكم بقى ان احنا عندنا 5 مواد، فالخمس مواد سهل جدا ان احنا نلمهم في شهر. يعني هو حرفيا انتوا معاكم شهر، مش عارفه بصراحه شهر وايام ولا شهر بالظبط، انا مش عارفه الجدول بتاعكم، بس يعني الكومنتات كانت بتجيلي ان انتوا قدامكم شهر. فهم 5 مواد صعب ان احنا نلمهم في شهر؟ لا مش صعب. طب انا كنت بذاكر، انا ما كنتش بذاكر، هتعرفوا تلموهم. يعني الموضوع مش مستحيل، انتوا ما عندكوش مواد كتير، دول هم 5 مواد بس: رياضه، دراسات، جغرافيا اللي هي الدراسات اللي هي جغرافيا وتاريخ وعلوم وعربي وانجليزي. تمام؟ اول حاجه انا يعني هبقى اعمل لكم فيديو تاني مخصوص بكل ماده، لكم بالظبط تعملي ايه في كل ماده وتقسميها ازاي وتراجعي كل ماده ازاي بالتفصيل. الانجليزي مثلا تراجعيه ازاي، العربي تراجعيه ازاي بكل الفروع والحاجات دي. هبقى اعمل لكم فيديو لو انتوا حابين، اكتبوا لي برده في الكومنتات عشان يعني انزله لكم الاسبوع ده. انتوا عايزينه على طول يعني اقول لكم ازاي كل ماده بتتلم وبتتراجع ازاي بطريقه سريعه كده عشان نلحق ان احنا نلم كل حاجه. فلو انتوا حابين الفيديو ده ان انا اعمله قولوا لي في الكومنتات. تمام؟ انا الاول عايزه ابدا معاكم كده بالمواد اللي هي مش مضافه للمجموع، لان برضو اتسالت عنها كتير. عايزه اقول لكم ان المواد دي حاسب آلي وتربيه فنيه والحاجات دي. المواد اللي غير مضافه للمجموع دي انا كنت بذاكرها في يوم واحد بس قبل الامتحان. تمام؟ كنت بجيب ورقها وبذاكرها في يوم واحد ليله الامتحان. دي كنت انا بقراها الورقه كده بس، مجرد ان انا بقرا الورقه كنت بجيبه من المكتبه او ملازم او اي حاجه. بتقراي الورق بس كده، لو في حاجات بتتحفظ بتقرايها بعينك
قدامك انت بتعرفي تروحي وبتحلي. احنا مش عايزين اكتر من درجه النجاح فيهم، مش عايزين نديهم اكتر من حجمهم ونروح بقى نشتري لهم كتب وناخد فيهم دروس ومش عارفه ايه. لا انا بصراحه عمري ما كنت باخد دروس في المواد دي خالص. انا كنت مهتميه اكتر اهتمامي بالمواد اللي بتضاف للمجموع، لان دي اللي هتديني ال 140 درجه بتاع الترم. فما تدوهمش اكبر من حجمهم يا جماعه. الحاسب الالي والمواد دي كلها احنا بنذاكرها ليله الامتحان، تمام؟ يوم واحد بس كفايه قوي ان انت تقري الورق بتاعها وتحلي وتروحي الامتحان وتحلي وتجيبي الدرجه اللي تنجحك، تمام؟ فما تدوهمش اكتر من حجمهم. دي حاجه. تاني حاجه بقى انا عايزه اكلمكم دايما كل فيديو هقول لكم فيه، الصحيان بدري. الصحيان بدري لازم تصحوا بدري. انا دلوقتي عايزه الم المواد بتاعتي المتراكمه، انا عندي حاجات كتير مضيعاها، لسه بغلط في امتحانات الجبر والهندسه والحاجات دي. اصحى بدري، اصحوا بدري جدا. يعني لو تعرفي تصحي مع وقت طلوع الشمس يبقى انت كده حاجه كويسه قوي. يعني عارفه ان الجو برد والكلام ده كله، بس يعني حاولي تظبطي منبهك كل يوم يبقى بدري نص ساعه، بدري نص ساعه لحد ما تتعودي على الصحيان بدري. مش هتعرفي تلمي اي حاجه، مش هتعرفي تراجعي مراجعه مظبوطه لو انت يومك اصلا متلخبط، تمام؟ لازم بتنظمي يومك كده. تنقلنا لتاني نقطه وهي تقسيم اليوم صح. يعني ايه اقسم اليوم صح؟ يعني انا يومي 24 ساعه، مش هخلي 24 ساعه كلهم مذاكره ولا هخلي 24 ساعه كلهم لعب واكل ونوم والكلام ده كله. ال 24 ساعه بتوعي هقسمهم وانظمهم ما بين الاثنين. يعني انا هفصل دماغي، انا همسك التليفون شويه بس شويه صغيرين، انا هشوف صحابي، انا هنزل دروسي، انا هقعد في البيت. بس برضو وقت المذاكره يبقى وقت مذاكره حرفيا، بفصل نفسي عن كل الكلام ده. كل حاجه يبقى لها وقتها، وتحاولي ان انت تكوني ملتزمه فعلا بالكلام ده. خليني اقول لكم بقى افضل حاجه تعملوها الايام دي بجد، وهي الجداول اليوميه. كل يوم تعملي بالليل قبل ما تنامي الجدول بتاع يومك بتاع بكره. مش هتمشي يومك بالمسطره طبعا، بس هتكتبي انا هصحى مثلا الساعه كذا هذاكر ايه، تكتبي المواد اللي انت هتذاكريها كلها وكل حاجه هتذاكريها في الماده. هتذاكري مثلا فصل قصه، هتذاكري درسين نحو، هتكتبي كده الحاجات اللي انت هتذاكريها في التو دو ليست بتاعتك قبل ما تنامي. وتصحي الصبح كده تبقى التو دو ليست قدامك، صاحيه منظمه دماغك، مش صاحيه لسه هشوف انا هعمل ايه. وتبداي بقى تفتحي الكتب قدامك وتقعدي تذاكري، الدنيا تبقى متشتته قدامك بجد. تكتبي كل حاجه قدامك انت هتذاكريها، تصحي من النوم تبقي عارفه، انا صاحيه كده عارفه انا خلاص هبدا باول ماده مثلا العربي دي، انا هبدا بيها وبعد كده هذاكرها مثلا تلت ساعه وهاخد بريك، وبعد كده تلت ساعه واخد بريك وتخلصيها، تفصلي دماغك شويه، بعد كده تيجي تخشي على الماده اللي بعدها ونقعد نحل شويه. فتبقي انت كده منظمه كل حاجه في دماغك قبل ما تنامي. او عادي مش مشكله، ممكن لما تصحي من النوم تعملي تو دو ليست بتاعتك قبل ما تذاكري. كل واحد فينا عنده حاجه هي اللي بتضيع له وقته طول اليوم. انا بالنسبه لي هكلمكم عن نفسي، انا اكتر حاجه بتضيع لي وقتي في يومي التليفون، بيضيع وقتي جدا. طبعا في ناس مثلا عندها النوم هو اللي بيضيع وقتها، الخروج بيضيع يومها كله، بيتكلموا اصحابهم في التليفون كتير فده اللي بيضيع وقتهم. فكل واحد فينا عنده حاجه بتضيع وقته، فلازم تبدا كده تاخد دلوقتي موقف مع نفسك، وقف الفيديو لمده ثانيه وشوف ايه اكتر حاجه بتضيع لك وقتك، عشان لو انت مش عارف مشكلتك او نقطه ضعفك مش هتقدر تشتغل عليها. فحدد قدامك مشكلتك هي ايه اللي بتضيع لك وقتك وبتخلي اليوم منك يضيع، مش عارف ان انت تذاكر، لان كل الناس بتقول اليوم بيخلص بسرعه مش لاحقه ان انا اذاكر. شوف ايه اكتر حاجه بتضيع لك وقتك عشان تشتغل على نفسك عليها، تمام؟ دي حاجه. تاني حاجه عايزه اقول لكم ان لما تيجي تذاكر كده الصبح او تبدا بالمذاكره بتاعتك، ابدا بصعب ماده، بلاش نبدا مثلا بحفظ كلمات انجليزي. انا عايزه ادي مجهودي لاكتر حاجه صعبه، يبقى مثلا ابدا بالجبر، ابدا بمذاكره هندسه، ابدا بحاجات صعبه، انتوا فاهمين قصدي؟ فدي تاخد منك مجهودك كله وطاقتك وتركيزك في بدايه اليوم. فبلاش نبدا بحاجات سهله، يعني برضو دي ممكن من الحاجات اللي بتخليكم مش عارفين تركزوا. نبدا باصعب ماده في المذاكره. عايزه اقول لكم بقى وانتوا بتذاكروا كده، انا مثلا دلوقتي بذاكر جغرافيا وانا جيت عشان احل فلقيت ان انا عندي حاجات كتير قوي بتلخبط فيها في الحل، وكل شويه اغلط نفس الغلطات في نفس الجزء ده. اجيب ورقه كده او كراسه صغيره، نوته صغيره كده لكل ماده، اكتب فيها اسم الماده من فوق واكتب عليها الجزء اللي انا بتلخبط فيه كتير في الاسئله. مثلا انا بتلخبط في درس التاني في الوحده الاولى مثلا، كاتبه كده الدرس التاني في الوحده الاولى انا بتلخبط فيه، اكتب طبعا اسم الدرس. وانا طول ما انا بحل الاقي نفسي بقع في غلطات في دروس معينه اقوم رايحه كاتباها في الكراسه دي اكتب فيها. انا عايزه اقول لكم الحركه دي انا كنت بعملها في ثالثه ثانوي، وبالتحديد كنت عاملاها في الكيمياء. كنت باجي اكتب كده غلطات الباب الاول اقوم كاتباها، غلطات الباب الثاني اقوم كاتباها، الحاجات اللي انا بتلخبط فيها، النقط المعينه اللي بغلط فيها عشان ارجع عليها تاني ليله الامتحان. فالنقطه دي هتساعدكم جدا جدا ليله الامتحان، ان انت لما تيجي تذاكري ليله الامتحان تتكي على الاجزاء المعينه اللي انت لقيتي نفسك غلطتي فيها دي. فهنجيب نوته صغيره كده نكتب فيها غلطات اللي احنا غلطناها، وتكتبي اسم الدرس اللي انت بتغلطي فيه كتير، والحاجات اللي انت بتقعي فيها مثلا القوانين معينه في الجبر. تكتبي كل حاجه انت بتلخبطي فيها في النوته ديت، او كراسه صغيره او ورقه حتى يا جماعه، ورقه تعمليها لكل ماده تكتبي فيها الغلطات بتاعتها. هترجعي لها ليله الامتحان وهتتكي اكتر على الحاجات اللي انت كاتباها دي. فالنقطه دي كويسه جدا جدا، اعملوها بنصيحتي يعني. عايزه اقول لكم بقى ان الفتره ديت نذاكر من مصدر واحد، بلاش ان انا اذاكر من الكتاب ده ومن الكتاب ده ومن المذكره دي ومن مش عارفه ايه، واذاكر من على النت من اللي منزلين ورق ده مش عارفه ايه. لا، ذاكري من مصدر واحد بس، هو كتاب واحد هتذاكري منه، يا اما مذكره واحده هتذاكري منها ويكون كده فيها الملخص المفيد. مش هذاكر بقى زي الاول كده افضل بقى اجيب من الاول واقعد اعمل، لا، ذاكري الملخص المفيد. ان انت كده هتقري الدرس بصوا انا هبقى اعمل لكم فيديو مخصوص ازاي تراجعي بطريقه سريعه كده تنجزي الوقت. فنذاكر كده من مصدر واحد وبطريقه سريعه، تمام؟
طبعا مش هكلمكم ومش هقول لكم قد ايه الحل الكتير مهم جدا الفتره دي. حل كتير جدا جدا من كتاب الامتحان. طبعا هتقولي لي ليه كتاب الامتحان اللي قلتيه بالذات؟ لان الامتحان بتاع نص السنه او اخر السنه بيجي مقارب جدا لاسئله كتاب الامتحان. كنت بحل كل المحافظات وحلوا الكتاب ده طبعا اجاباته بتكون مجابه، قصدي امتحاناته بتكون مجابه، فسهل جدا ان انت تصححي نفسك وتشوفي انت بتحلي صح ولا لا، عشان ما تضيعيش وقت كتير في كلام فاضي تقعدي تحلي وانت مش عارفه انت بتحلي صح ولا غلط اصلا، وبعد كده تضيعي وقتك بقى والكلام ده كله. فتحلي من كتاب الامتحان حلو جدا جدا، واسئلته مجابه كمان، ممكن تجيبي PDF يعني من على النت وتحلي، فالموضوع مش صعب. تعالوا بقى اقول لكم على القنوات لكل المواد هتساعدكم دلوقتي الفتره ديت والايام دي بالذات هتساعدكم. بصراحه انا بحثت لان انا ما اعرفش بصراحه مدرسين ثالثه اعدادي، وانا ما كنتش بتابع اي حد منهم، علشان بس ان انا يعني اكون واضحه معاكم. انا بحثت لحد ما لقيت المدرسين دول، ولقيت ناس كتير جدا متكلمين عنهم، فانا قلت ان انا اقولهم لكم، يمكن حد فيكم يكون مثلا محتاج مدرس في ماده معينه، فممكن مدرس زي ده يفيده. بصوا بقى انا هبدا معاكم كده بالمواد كلها. اكتر ماده صعبه والناس كتير بتقول عليها في الكومنتات الدراسات. مستر عطا زكي شرحه حلو قوي. انا دخلت في القناه عنده وريت يعني، قلت اخد لكم كده سكرين فيديو وتشوفوا الفيديوهات اللي هو منزلها. طبعا منزل الاولى واعدادي وتانية اعدادي كمان. بالنسبه بقى للعلوم اللي عامله مشكله مع ناس كتير، الرسومات والحاجات اللي فيها ديت، فمستر احمد مكرم بصراحه انا دخلت القناه بتاعته، عجبتني جدا جدا، من القنوات فعلا اللي عجبتني، فيها شرح كويس قوي وفيديوهات كمان عدد يعني وقتها كويس، مش طويل قوي مش قليل قوي، فبصراحه كويس. ولقيت كذا حد بيشكر في المستر ده، فادخلوا القناه بتاعته وشوفوا بنفسكم، وكمان منزل الاولى اعدادي وتانية اعدادي، فبصراحه شرحه حلو قوي. نيجي بعد كده بقى للعربي، فالقناه اسمها بتاع عربي. بصراحه يعني مش عارفه المستر نفسه اسمه ايه. وبالنسبه بقى للانجليزي في مستر انجليزي، وفي قناه مستر عمرو رجب. تمام، القناتين دول بالنسبه للانجليزي. نيجي بقى بالنسبه للرياضه اللي عامله مشكله مع الدنيا كلها مش مع حد واحد. عندكم مستر محمد ابراهيم، برضو القناه بتاعته كويسه. كمان لقيت كذا حد بيتكلم عن مستر لطفي زهران، دي القناه بتاعته. وكمان في قناه اسمها مقهى الرياضيات، لقيت كذا حد برضو بيتكلم عنها. لينكات قنوات المدرسين دول كلها انا هسيبها لكم في الديسكريبشن وفي اول كومنت، عشان تسهلوا على نفسكم كده وما تضيعوش وقت ان انتوا تدوروا على القنوات دي كلها. سايبه لكم اللينكات بتاعتها، عايزاكم بقى تنزلوا تكتبوا كده دعوه حلوه في الكومنتات. انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اكلمكم عن كل حاجه، عشان ما تضيعوش وقتكم في كذا فيديو وتتفرجوا على فيديوهات كتير، تبقى كل المعلومات كده تطلعوا منها بالفيديو، قنوات ونصايح وكل حاجه تمشوا عليها. وباذن الله يا رب يا رب ربنا يفرحكم بنجاحكم، وتيجوا كده تكتبوا لي في الكومنتات يوم النتيجه بتاعتكم، تقولوا لي انتوا جبتوا مجموع حلو. باذن الله هستناكم كلكم والله، وهفرح لكم جدا. بس كده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير، مع السلامه.